استمعت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم إلى دفوع المتهمين مصطفى محمد أحمد حسن المومري وآخرين بإذاعة إشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة بقصد تكدير الأمن العام. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور وحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر، تم مواجهة المتهمين بمقاطع الفيديو المنشورة على قناة اليوتيوب التابعة لهم والمتضمنة الإشاعات والتحريض على الدولة وقذف مسؤوليها. وأقر المتهمون بحضور محاميهم ما جاء في تلك المقاطع، مبدين الأسف والندم على ما حصل منهم، مطالبين بالعفو والمسامحة وأنهم لن يكرروا ذلك. وأقرت المحكمة بالإفراج عن المتهم الثالث أحمد علاو والمتهم الرابع حمود محمد أحمد المصباحي بالضمان التجاري الأكيد، والاطلاع على ملف القضية لتقرير ما يلزم بالجلسة القادمة السبت المقبل. دفوع المتهمين مصطفى محمد أحمد حسن المومري وآخرين بإذاعة إشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة بقصد تكدير الأمن العام. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور وحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر، تم مواجهة المتهمين بمقاطع الفيديو المنشورة على قناة اليوتيوب التابعة لهم والمتضمنة الإشاعات والتحريض على الدولة وقذف مسؤوليها. وأقر المتهمون بحضور محاميهم ما جاء في تلك المقاطع، مبدين الأسف والندم على ما حصل منهم، مطالبين بالعفو والمسامحة وأنهم لن يكرروا ذلك. وأقرت المحكمة بالإفراج عن المتهم الثالث أحمد علاو والمتهم الرابع حمود محمد أحمد المصباحي بالضمان التجاري الأكيد، والاطلاع على ملف القضية لتقرير ما يلزم بالجلسة القادمة السبت المقبل.